السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم معايا في القناة ديالي حلويات وشيوات مريم. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نقترح عليكم في هذا الفيديو ديال اليوم مسمن معمر كيجي زوين بزاف ورائع. نبداو بسم الله على بركة الله بالمقادير ديال العجين. اول حاجه غادي نحتاجو فيها 100 غرام ديال الدقيق الفينو، وغادي نحتاجو 400 غرام ديال الدقيق الابيض اولا الفورص. غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الزبده، غنحتاجو الملعقه ديال السكر تنده، وغادي نحتاجو الملح اللي كتكون على حسب الذوق، وغادي نحتاجو الساشيه ديال الخميره الكيماويه، وغادي نحتاجو الملعقه ديال الخل كبيره، وغادي نحتاجو الملعقه ديال المونطاط. تبعوا معايا المراحل ديال تحضير هاد المسمن. بسم الله. نبداو اول حاجه غادي نضيفو الخميره الكيماويه، غادي نضيفو معلقه ديال المونطاط، وغادي نضيفو الخل. غنبداو كنمزجو في هاد المكونات مزيان، وغادي نضيفو ليهم الماء بارد للعجن. كنستمروا في العجن حتى كنجمعوها مزيان، ما نخليوهاش مرخوفه بين وبين. المهم تنعجنوها مزيان وكندلكوها، وغادي نخليوها كترتاح واحد المده ديال ساعه وندوزو باش نبدو الحشو. دابا ملي عجنت العجينه خليتها كترتاح، دابا غادي ندوز للحشوه. هنا وضعت في المقلاة زيت الزيتون وزيت المائده. دابا غنضيف لهم البصله، غادي نضيف فلفله حمراء وخضراء كتكون على حساب الموجود عندكم في الدار. غادي نضيف لهم شويه ديال الملح باش تبان لينا هاد البصله. نضيفو شويه الملحه كتكون على حسب الذوق، تنخليو هادشي كيتشحر مزيان. كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا ملي تشحرات ليا البصله، دابا غادي نضيف لها الكفته ديال اللبن اولا ديال الديك الرومي على هذا الشكل. دابا غادي نضيف التوابل ديالي. غادي نحتاج نص معلقه ديال الابصار اولا الفلفل الاسود، غنحتاج راس معلقه صغيره ديال سكينجبير، وغادي نحتاج نص معلقه ديال الخرقوم مرق اولا ديال الكركم، وغادي نحتاج معلقه صغيره ديال التحميره اولا الفلفل الاحمر الحلو، غادي نضيف لهم نص معلقه صغيره ديال الكمون، غادي نضيف لهم شويه القزبر ومعدنوس، وغادي نضيف لهم زيتون مسطر باش الدوائر. غادي نخلي هاد الحشوه ديالي طيب. من بعد ما غطيب غادي نخليها تبرد وندوزو باش نوجدو العجين. من بعد ما دازت ساعه العجين كورتها وخليتها كترتاح شويه. دابا ندوزو باش نورقوها بسم الله على هذا الشكل. تنورقو مزيان العجين ديالنا. من بعد ما ورقناها كندهنوها بشويه ديال الزيت، ما تنكثروش بزاف الزيت، وتنتنيوها على شكل رغيفه على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. وتنخليوها كترتاح شويه. نزيدو نورقو واحده اخرى. من بعد ما ورقناها تندهنوها بشويه ديال الزيت، تنجيبو الطرف الاولى للثاني على شكل رغيف كيف ما كتعرفوا. تنخليوهم تيرتاحوا وعاد نكملوا.
من بعد ما ارتاحت لينا العجين كناخدو اول وحده صوبنا وكنقرصو على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. كنقرصوها مزيان صوتو من الجناب. كناخدو اول وحده كنخليوها ترتاح. بعد ما ارتاحت العجين تنقرصوها على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا مزيان، وتنركزوا مزيان على الجناب. تناخدوا علقه من الحشوه اللي صوبنا على هذا الشكل. تنضيفوا لها الجبن ديال الموتزاريلا اولا اي جبن كتفضلوا، تقدروا ديروها حتى الفرماج احمر ماشي مشكل. تنجيبوا هاد الطرف تنوضعوه بهذا الشكل، كنجيبوا الطرف الثاني. مهم تنشكلوها على شكل ظرف، كتجي على هذا الشكل. تناخذوا الزيتون الاسود وتنوضعوها على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. غادي ناخذوا واحده اخرى حتى هي نوريكم الطريقه ديالها. ناخذوا معلقه الحشو اللي عندنا تنوضعوها بهذا الشكل. تنضيفوا الجبن ديال الموتزاريلا، تنجيبوا الطرف الاول كنوضعوه بهذا الشكل، كنزيدوا الطرف الثاني الثالث. مهم تنشكلوه على شكل ظرف. تناخذوا الزيتون الاسود وتنوضعوه بهذا الشكل في الوسط. غنبقى مستمره على هذا الشكل حتى نكمل العجين اللي عندي كامل. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا ملي كملت المسمن ديالي خديت هنا بيضه ضفت ليها قطرات من الخل وغادي نضيف غادي ندهنها على هذا الشكل السمن ديالي. الا بغيتو ديروا انا درت هنا البافون اولا حبوب الخشخاش، تقدروا ديروا زنجلان اولا الحبه السوداء حتى هي كتجي زوينه بزاف. غادي نبقى نستمر على هذا الشكل وغادي نديرهم في الفران حتى يطيبوا. كيف ما كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الرغيف اللي وجدت لكم اليوم. كيجيو زوينين بزاف ورائعين، كنتمنى منكم تجربوهم. ولا عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا لي جيم وتابونوا معايا في لاشين، تبارطاجيو لا فيديو مع الاهل والاصدقاء. ما تنساونيش من التعاليق ديالكم اللي كتشجعوني بهم بزاف. شكرا لكم بزاف على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.